السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة جديدة مع بابا عمر. الأستاذ إبراهيم عيسى طالع لنا ببلوة جديدة من بلاويه. الأستاذ طالع بيقول: الغلاء زاد على العباد منذ أن دخل الحجاب في صورة أنه فرض إسلامي وليس فرض اجتماعي، والتضخم ظهر لما المصريين بدأوا يلبسوا الحجاب. حتى الدولار تفوق على الجنيه بعد فرض الحجاب في مصر، وارجعوا للتاريخ. ده اسمه هرتلة. الحجاب يعني الحجاب مش فرض اجتماعي، الحجاب فرض إلهي. تعرف حاجة انت المعلومة دي حضرتك؟ ده فرض إلهي. طيب النقطة التانية اللي انت بتتكلم فيها ان الحجاب سبب الغلاء اللي احنا عايشين فيه. يعني احنا لما بنرضي ربنا بيبتلينا بالغلاء. لا حضرتك مش ده السبب. السبب في وجود الغلاء هو اللي زي حضرتك. ربنا غضبان علينا من اللي زي حضرتك. السبب في الغلاء معاصينا وذنوبنا، مش طاعتنا لربنا. السبب في الغلاء ظهور الفواحش والزنا واكل مال اليتيم وظلم الناس لبعضها. ده السبب في الغلاء. مش السبب ان احنا بنقرب من ربنا. لا، قربك من ربنا فانت في معية الله. قربك من ربنا وتنفيذ كلام ربنا فانت في معية الله. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده اللي انا اعرفه. انما ان سعادتك تحاول تزرع ان الحجاب وعشان ما ماشيين في طوع ربنا وبننفذ التعليمات الالهيه ربنا غضبان علينا. اي منطق يقبل الكلام المتخلف ده؟ اي منطق؟ عايز اعرف انا ازاي الحجاب السبب في زياده التضخم في مصر. ازاي يعني؟ مع الغلاء اللي احنا فيه دوت عمره ما كان بسبب طاعتنا لربنا. ده هو لما بيبقى فيه بلاء ولا فيه وباء ولا فيه امراض بنقول استغفروا ربنا. كتروا من الاستغفار يا جماعه، كتر من الاستغفار، نلجأ لربنا، بنصلي، بنصوم لله. لكن ما نقولش ان انا عشان الحجاب في مصر في ايه ده اللي انت بتقوله ده يا عم. انت ده يا عم في ايه يا عم؟ انت اتخانقت عن شعورنا ليه؟ ايه ده؟ يعني ايه انا لما التزم باوامر الله ونواهيه؟ على فكره الحجاب فرض، وديك سمعت الايه، وفي آيات كتير في القرآن بتقول إن الحجاب فرض، منهم الآية الكريمة دي. اتفضل. حجاب إيه بقى اللي بيسبب فقر وغلا ده؟ حجاب إيه ده؟ يا راجل اتقي الله، يا راجل، يا راجل اتقي الله، اتقي الله. ده احنا ماشيين بستر ربنا. يعني احنا النهارده نقول للناس لما تعملوا الأوامر ربنا ونواهيه ربنا هيعاقبنا بغلاء وفقر. يعني انا مش مستوعب يا جماعه. يعني انا بصراحه متنرفز وخايف اقول لفظ. في ناس محترمه كتير بتتابعني يقول لك ايه بيقول ايه ده، بس هو انت راجل مستفز. هو انت راجل مستفز. يعني انت النهارده الحجاب بيعمل كده، طيب والعري والسكر والحاجات دي ما بتعملش كده؟ يعني انت عايزها مراجيح؟ يعني انت النهارده لا ده بيعمل كده، طب ولا مؤاخذه يعني والرقصات والعري والكاسات العريات ده ما بيعملش كده؟ عادي، ده حريه، ده انفتاح.
وبعدين خدت بالكم في الكلام اللي بيقول لك الحجاب فرض اجتماعي وليس اسلامي. انت مش عاجبك كلام ربنا؟ يا اخي الحق توب قبل ربنا ما ياخدك. يعني انا مش فاهم انت بتتكلم من انهي منطوق. بل نفترض يعني هو حتى، طب نتكلم بالعقل كده، الحجاب انت معتقدك انه مش فرض، طب هو هيضرك في ايه؟ لو حاجه مش فرض وهتعف المراه وتبقى يعني كده قدام ربها كده محتشمه، ده يضايقك في ايه؟ منهجه على الحجاب. هو مش ابراهيم عيسى بس، برضه كانت سماح انور في البرنامج وبتقول لهم ربنا خلقني بشعر، البس حجاب ليه؟ زي ما يا جماعه بطلوا استخفاف بعقول الناس. انت مش عايزه، يعني انت مش مامنه بحاجه، خلاص انت بقى منك لربك في الاخر انت كمان. برضه فنانه ثانيه اسمها مروه عبد المنعم دي، دخول الجنه مش بالحجاب، دخول الجنه بالصلاه. يا ماما يعني انا يعني وبعدين بتقول ايه بقى؟ احنا فاهمين الدين غلط. لا احنا مستنيين لما بتوع الفن يجوا يفهمونا الدين صح. هي حمله ممنهجه، حمله ممنهجه. وواحد تاني برضه بص بقى بدأ الكلام يؤثر على ايه؟ على بقى عامة الشعب. بصوا بقى ده الشخص مثلا واحد كاتب بيقول ايه بقى؟ هو ازاي الحجاب بيأثر على جمال الست او بيخفي جمال الست بالشكل ده؟ بصوا يعني هي بتبقى تسلسل، بتبدأ العامة يتكلموا، يبدأ الناس العادية تتأثر، يبدأ هو ده الهدف اللي هم عايزينه. وكلهم لا يفقهوا شيء عن الدين. انت مش مؤمن بشيء اوكي براحتك تمام، انت حر بقى، لكم دينكم ولي دين، لكن ما تفرضش رايك على غيرك. احنا عندنا قرآننا هو الدستور، نتكلم من خلال ربنا قال ايه وما قالش ايه. ربنا قال يعني تعمل حاضر يا رب، واللي حرام حرام. انت مش قادر تعمل، هو بقى ربنا يعينك على نفسك. احنا بنغلط، بنستغفر، بنتوب، بنستغفر، نتوب، وبنحاول يا رب يعني نكون ماشيين في طوع ربنا. انما ما يبقاش انا بعمل ذنب وكمان بقى مش ساكت، لا ده انا هخلي غيري يعمله كمان. يعني مفسدين في الارض. دي مشكلتكم انتوا مش مشكلتنا احنا. يا رب اهدينا واهدي ولادنا وخرجنا منها على خير، وتوفنا وانت راض عنا يا رب. اشوفكم على خير يا جماعه في حلقه جديده. السلام عليكم.